السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا قررت إن أنا نعمل المصبوبة. أول مرة في حياتي نعملها، وأول مرة في حياتي ناكلها، أو يمكن كلتها قبل كده وده الأكيد يعني إن أنا كلتها أنا وصغيرة، ولكن أنا مش متذكرة طعمها هيكون إزاي. حتى أنا جبت طريقتها تمام، ولكن شكلها عامل إزاي يعني؟ طب هو شكلها هيبقى عامل إزاي؟ راح جوزي قاعد يشرح لي طب هي طعمها عامل إزاي. أنا عمالة نسأل طب هي طعمها حلو هيبقى؟ يقول لي زي البسبوسة، مع إني وين مش من جيل القدماء ولا بتاع، ولكن عملتها لهم يعني في فترات يفتكروها يعني فيها. المهم يقولوا إن المسبوبة دي أو المصبوبة، هي اسمها المصبوبة عشان هي أتصبصب في الفرن زي ما شفتوا في أول لقطة. يقول لك إن المصبوبة دي كانت زمان أشبه بالبسبوسة، يعني لما الناس عايزة تاكل حاجة حلوة كده وتروق على نفسها تروح تعمل مصبوبة. كانت الدنيا فقر والدنيا حنظل وكده، فكانت إيه يعني ما فيش البراح اللي إحنا فيه يعني ما شاء الله دلوقتي. فيجيلك إيه دلوقتي عايزين طبعا يفتكروا، عايزين يفتكروا الأطعمة بتاعت زمان وعايزين يفتكروا الدنيا بتاعت زمان، فإيه يعني قال الحماية قال له إيه رأيك حنجرب لك نعمل المصبوبة عندنا وإحنا بقى عاملين لنا فرن ومعانا المعدات فإحنا هنتكلموا من قلب قوي يعني. قال له يا ريت وروني هتعملوها إزاي. بس فالمهم إيه قلت له بص نقول لك أنا فيش حاجة توقف قدامي، عايز مصبوبة ده أنا يا سلام ده أنا نعملها بصباع رجلي الصغير. قال لي وريني. رحت عملتها. هي طلعت معايا شكل، طلعت معايا حاجة تتاكل، ولكن والله مش عارفة يعني هي ولا مش هي، هيضحكوا عليا ولا فعلا هي. يعني أنا حماتي أول ما شفتها قالت يا خي قروص زمان يعني هي. فتقريبا طلعت هي يعني. المهم جبت شوية مية كانت حوالي 3 كوبايات كده، وجبت كيلو دقيق ومعلقتين سكر ورشة ملح وكيس خميرة فورية. هو ده الموضوع. واعتقد حطيت بيكنج باودر، لما حطيتش بيكنج باودر، لا هي دي هم دول بس يعني. حطيت خميرة ظرف خميرة ومعلقتين سكر ومعلقة ملح وكيلو دقيق ومية. بصي مية قد ما تاخد لأن هي هتبقى آه، شبه عجينة الزلابية، أشد من لا هي ممكن شبه عجينة الزلابية بالظبط، أو أشد منها سيكة بسيطة يعني سيكة بسيطة خالص. المهم إن أنت ما تخليهاش مبزغة. يعني لو في المرحلة دي مثلا جيتي ضربتيها بالهاند بلندر او اديتيها تكه في الخلاط هتنعم معاكي وهتبقى زي الفل، ولكن انا والله كنت مقعمزه كسلت بصراحه. يعني جاتني فكره اني انا نضربها بالهاند بلندر لكن كسلت فقعدت اشتغلت بها في ايدي يعني. خدت وقت، ولكن مش متعبه يعني، مش متعب العجين ولا بتاع. المهم ان انت تشتغلي فيها لغايه ما تلاقيها ايه هتصب زي كده، تمسكيها تجي تكبيها من ايدك تتكب معاكي يعني تبقى ايه. هو ده القوام المطلوب، القوام الحلو المطلوب ده يعني. تمام. اهم حاجه ان انت تتاكد ان هي ايه ما فيهاش البزاغيل ولا الكلاكيع بتاعت الدقيق خالص. هي هنا لسه مكلكع، انا قعدت اشتغلت فيها تاني، اشتغلت فيها شويه لغايه ما اتاكدت ان هي ايه، ان هي ما شاء الله مشت من البتاع. تقعدي تعمليها كده بايدك نفس الحركه دي تلعبي تقعدي تلعبي في العجين يعني. بس فعايزه نقول لك ان هي ممكن تتعمل على فكره في فرن الانبوبه، ممكن تتعمل في فرن، ممكن تتعمل على الطاسه على فكره، تتعمل في الطاسه على البوتاجاز برضه هتديك نتيجه حلوه خالص، والله هتديك نتيجه جميله. انا الفكره اني انا في الفرن الطين هنا طلعت مصمدة سيكة يعني، أنا لسه ما نعرفش الفرن الطين أو التعامل معها هيكون إزاي، فطلعت فيها هباب كده شوية. فوالله عجبهم. يعني فكرتنا بتاعت زمان بحذافير بصمادها بكل حاجة يعني فيها. فأنت ممكن تعمليها في فرن الأنبوبة أو في فرن البوتاجاز أو على الطاسة عادي خالص، هتطلع معاكي نفس النتيجة بنفس العجينة. اللي هو هتجيب الطاسة تديها فرشة زيت أو الفرن تحط فيها شوية زيت وتشغليها تحت، بس أول ما تبدأ تاخد لون من تحت تشتغلي لون من فوق هتطلع معاكي زي العسل. وتبقى طبعا قاعد حسمنة بلدي أو زبدة مسيحاها يعني، وجايبة الفرشة قالوا بمجرد ما تسحب من الفرن تروح تديها فرشة يعني، تديها فرشة سمنة بلدي تغرقيها كده يعني. برغم ان احنا كنا مغرقينها سمنة بلدي حما يقول لا دي قليلة يعني حطوا لي سمنة بلدي اكتر. فتقريبا الجماعة دول ما شاء الله يعني. المهم رحت غطيتها وسبتها تخمر، وادي ما شاء الله ايه مش هتاخد وقت معاكي بما ان هي مرخية وكده، فايه مش هتاخد وقت معاكي خالص في الخمور. وادي كنت هنا انجهز لها الزبدة عشان ندوا بها الفرشة ونظبطوا بها لما تعمل. وجينا ربطنا الكوباية كتفناها في هي بص دي أول كوباية كبناها. ما فهمناش ما عرفناش للموضوع بصراحة. أول كوباية مننا باظت، بس بعدين يعني اتعدلت اتصلحت يعني.
الموضوع بقى أفضل، بقيت كل ما نتقدم كل ما تطلع معايا أحلى يعني. كنا بعدين أول ما عجنتها رحنا اشتغلنا نولعه في الفرن، يعني اديتها وقتها شوية في الوليع لغاية ما إيه، لغاية ما سهرجت كده معايا واشتغلت فيها. بصوا أدي ده شكلها، هل ده شكلها بتاع زمان ولا حماية وحماتها يضحكوا عليا يعني؟ أيوه هي محمرة جوه من تحت، ولكن أنا لسه مش هنعرف نظبط الفرن يعني كويس خالص. المهم عملتها لهم وعدت وبكت زي الفل. هي نفس العجينة، شوفي انت المكان اللي عايزة تعمليها فيه وجربيها واعمليها، والله مختلفة وحلوة يعني. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك، اللايك هيدعمني ويرفع الفيديو، واشتركي ونوريني، والسلام عليكم.